السلام عليكم. واش فراسك انك تقدر تشري العقوبه الحبسيه اذا درتي شي جريمه؟ واش اي واحد دار شي جريمه يقدر ما يدخلش للحبس؟ شنو هما هاد الانواع ديال الجرائم اللي تقدر انك ما تدخلش عليهم للحبس؟ هاد الاسئله كاملين غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم في هذا الفيديو هذا باش كلشي يعرف الجديد ديال مشروع قانون جديد ديال العقوبات البديله. البارح وزير العدل الوهبي دار واحد لقاء صحفي كيهضر فيه على التفاصيل ديال هذا مشروع القانون ديال العقوبات البديله. القيد الالكتروني هو انه كاين واحد مجموعه الحلول. مثلا واحد رجل اعمال دار جريمه الا ديتو للسجن وعنده الشركه فيها 200 واحد غادي تطيح ديك الشركه غادي تنتهي. عنده شيك بدون رصيد غادي يدير السجن ما يتخلص حتى شي شكل هذاك ولا جاي يجي من بعد. هذا مشروع القانون اللي داز في البرلمان وصوت عليه بالاغلبيه 115 واحد ولا 115 عضو، وغير 41 اللي كانوا معارضين وخمسه اللي امتنعوا على التصويت. يعني هذا المشروع القانون غادي يتصادق عليه. الوغ شكون هما الناس اللي غادي يقدروا يشريو الايام الحبس ديالهم وشحال الثمن ديال الايام؟ بالنسبه للثمن اللي يقدروا الناس يشريو به المده السجنيه ديالهم فهو كيتحدد من 100 درهم حتى ل 2000 درهم. اما بالنسبه للناس اللي يقدروا يشريو ايام الحبس هما الناس اللي ما كتزاوش العقوبه ديالهم 5 سنوات. يعني الناس اللي جنايات ما غيقدروش انهم يبدلوا العقوبه السجنيه ديالهم. الجناح يعني اللي ما كيتجاوز العقوبه ديالها 5 سنوات. يعني لما نتحدث على الجرائم التي تعتبر في تصنيفها جنايات ما غاديش يستافد المحكوم عليه من هذه العقوبه البديله. والسؤال اللي غادي يجي في بالنا كاملين هو علاش قانون ديال العقوبات البديله؟ علاش هذا القانون؟ والجواب على هذا السؤال هو ان اداره السجون كامله كتشكى من الاكتظاظ ديال المعتقلين. وبالنسبه للعقوبات البديله ما كتكونش غير فقط شراء ديال المده السجن، بل الناس اللي عندهم المده اقل من 5 سنوات غتكون عندهم امكانيه انهم يستافدوا من 5 عقوبات بديله. فالعقوبه البديله الاولى هي عباره عن واحد البراسلي اللي يقدر يكون في الرجل او في اليد. هذا البراسلي ولا هذا السوار اللي يقدر يراقب جميع التحركات ديالك فين مشيتي ولا فين جيتي. واحد براسلي الكترونيك تنقول لك غادي تمشي من الدار للخدمه ديالك للمكتب ديالك في الاورديناتور عند الشركه والمؤسسه اللي متبعه تيبان ليها بالرقم ديالو غادي كيتمشى. الا خرج من هذاك الخط اللي عطاه القاضي كيردوه للحبس ديك الوقت. اما بالنسبه للعقوبه البديله الثانيه هي الخدمه او العمل من اجل المصلحه العامه بالمجان. يعني تقدر تخدم 2 سوايع يتنقص لك النهار ديال الخدمه، وكحد اقصى اللي هو 8 سوايع تقدر تخدم 8 سوايع وتنقص لك 4 ايام مثلا ديال العقوبه السجنيه. يخدم هذا العمل من اجل المنفعه العامه غادي يكون في الحد الادنى ديالو 40 ساعه وغادي يوصل ل 1000 ساعه. لا دابا تحدد واحد الزمن معين للقيام بهذا العمل هذا اللي حدوه من خلال المشروع هو ما بين 40 ساعه الى غايه 1000 ساعه. بمعنى على انه مثلا واحد الشخص خدم واحد 8 سوايع في النهار، ساعتين تعادل يوم واحد من العقوبه. اما العقوبه الثالثه وهو تقييد بعض الحريات. مثلا الى تشد شي شخص كيدير الشغب في التيرانات ولا في الملاعب كيتمنع من الملاعب بصفه نهائيه عن طريق البراسلي اللي كنا قلنا. كذلك اللي كيمارس العنف مثلا على الزوجه ديالو كيتمنع انه يمشي عندها وكتكون عنده واحد المنطقه محدده ولا يتمنع انه يدخل لها. هذا نقدر نعطيه مثلا مثال واحد الشخص اللي مثلا تابعنا في اطار شغب الملاعب او غير ذلك من الافعال اللي يقدر، او مثلا واحد الشخص اللي كيتجول عنده حق التجول مثلا بحريه. الشخص اللي ما كيصرفش على العائله ديالو هذيك مسطره ديال النفقه كتدخل في اطار اهمال الاسره، حتى هو داخل في هذه العقوبات. يقدر على اننا نفرضوا عليه مثلا تقييد الحق ديالو في عدم الاتصال مثلا في اطار اهمال الاسره مثلا، ولا في حاله العنف. انا اسجل العنف ربما اكثر من عدم الانفاق. اذا كان عنف ربما نقيدوا الحق ديالو في ذاك التجول عبر. وفي الاخير اعطيونا الاراء ديالكم، واش هذا مشروع القانون
الى تصادق عليه واش غيكون في صالح المجتمع وغادي يقلل من الجريمه او لا غيزيد بنسبه الجريمه في المغرب. وما تنساش الى عجبكم الفيديو تخلي لنا لايك واشتراك في القناه باش نستمروا في المزيد.